فعلي بريء منهم، فما ذنب علي ان تسبه وان تشتمه وهو رابع الخلفاء الراشدين او تطعن فيه؟ حتى سمعت ساقطة من الساقطات او كاتبة من الكاتبات تقول علي بن ابي خارب. ما هذه الافكار المنحرفة؟ ما هذه الافكار الساقطة؟ ما هذا السفه الذي لا يليق بنا؟ نقف هنا يسبون الصحابة واذا بنا نفاجأ بهجوم مضاد يسب الصحابة ايضا بحجة مواجهة الرافضة. هذا خطأ، هذا فهم سقيم. ايها المسلمون يا اهل السنة، منهجكم هو الوسط، هو الوسط، لا غلو ولا تميع، لا افراط ولا تفريط، اعمال للادلة وسير عليها. عاش علي رضي الله عنه تحت حكم ابي بكر 2 وبضعة اشهر، ولا حرب ولا ولاية ولا خلافة. هذا علي رضي الله عنه. ولما جاء عمر تولى عمر الخلافة 8 سنوات، بايع علي عمر وعاش معه، وزوج علي عمر بابنته ام كلثوم، وعاشوا اصحاب وقاتلوا مع بعض وجاهدوا، ولم يجلس علي في جرف ولا عمل ثورة ولا ولاية ولا شيء من هذا. تولى الخلافة عثمان 12 سنة وهو امير المؤمنين، وقام علي مع عثمان يجاهد معه ويبايع معه حتى تولى علي رضي الله عنه ما يقارب من 30 عاما، وعلي رضي الله عنه من الصالحين ومن الاخيار. ولهذا قال رجل لعلي رضي الله عنه يا امير المؤمنين، قال نعم، قال لماذا لم يكن في عصر ابي بكر وفي عصر عمر مثل ما حصل معك، اي من الخروج عليك والمشاكل في زمنك؟ قال لان ابا بكر وعمر كانت رعيتهم مثلي وانا رعيتي مثلك، وانا رعيتي مثلك، اي كانت رعيتهم طيبون، رعيتهم من الصالحين والاخيار، وانا رعيتي مثلك. فهل علي يستحق مثل هذه الالفاظ السيئة والسقيمة؟ والرسول شهد له بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام وعلي في الجنة، وزوجه صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة التي هي فلذة كبده، قال عليه الصلاة والسلام فاطمة بضعة مني. فالله الله في لزوم السنة. ولهذا قلت لرجل من هؤلاء الحوثيين قبل فترة وانتشار الاحداث، قلت له يا هذا، قال نعم. قلت من اشد الناس حبا للرسول، انتم ام علي؟ قال لا علي. قلت له لماذا لم يفعل علي مثلكم؟ هل كان علي عاجز ان يجعل له جرف كجرف سلمان في صادة وينادي اصحابه ويشكل ثورة؟ قال نعم. قلت فلم لم يفعل؟ قال لانه كان من الاتقياء. قلت وانتم لماذا تكونوا من الاتقياء وتسيرون على سيره؟ ليش ما تسيروا كما سار علي؟ ما حدث علي بالولاية قط ولا دعا اليها ولا هي في باله اطلاقا.